السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة فيديوهات كورس ال A1 für Anfänger أو للمبتدئين. بدأت إن أنا أستخدم لك مصطلحات شوية. أنا كنت الأول بحاول إن أنا أبعد عن المصطلحات، ولكن واحدة واحدة وإحنا ماشيين مع بعض هنتدرب على المصطلحات وإحنا بنتكلم. يعني مكنتش عاوزة أخدك في الأول. حلقة النهاردة هتكون على الأو أوملاوت. احنا اتفقنا ان احنا خلاص بنقول اسم الحرف بالأوملاوت بتاعه، ما بنقولش صوته في الكلمة. حتى وإن كان الألمان هنا في الفيديو مثلا في ايزي جيرمان كانت بتنطق بالصوت، تقول لك انت ممكن ما تعرفش تجيبها، فخليك في حتة او أوملاوت. اتفقنا كل ده عشان خاطر أوملاوت كأنه في نفس الصوت، أو يعني شبه حرف الاي. لو انت مشفتش الفيديوهات اللي فاتت فارجع مرشدين لورا. دلوقتي انا هجيب لك الاو املاوت والبايشبيله بتاعته من الفيديو بالظبط، وزي ما احنا متفقين اي حرف بيتقال لازم تكون عارف معناه. وبرضه بعيد تاني عشان لو في حد جديد بيتفرج على الفيديو، لو انت مش مشترك في قناة التليجرام روح عليها بسرعة. اي حاجة واقفة عليك، حتى لو بتاخد كورس بره مش فاهم حاجة، سكرين او الحاجة اللي انت عاوزها اكتبها لي، وانا ان شاء الله هشوف الجروب وبرد على كل الاسئلة، ما فيش اي مشكلة. ولكن ما تبعتش برايفت. ليه؟ مش عشان حاجة والله، ولكن ده ليك انت، ان انا ما بشوفش رسائل برايفت في جروبات كتير، فانا ما بلحقش اشوف حاجة، لكن الجروب بشوفه وبفتحه. تمام. يلا نبدأ ناخد الأو umlaut. Und das kann man vielleicht auch ganz gut vergleichen. Heard, I heard something. Ich höre etwas. Diese beiden Vokale sind sehr ähnlich zueinander. Unser dritter Umlaut ist das Ü. Und das Ü ist vielleicht das Schwierigste für euch alle. Das Ü ist eine Mischung zwischen Ü und I. طيب، الحاجة اللي احنا برضو بنتكلم فيها انه انا مش ممشياك على الجراماتيك بتاعك او قواعد النطق بالذات. في حاجات بتبقى فيها قاعدة ان انا اقدر ان انا اقولها لك، وفي حاجات لا، بقولك اسمعها، اتدرب عليها اكتر بالسماع وان انت تكرر معاه بس. فهي هنا بتقولك انه حرف الاو، اللي هو الاو املاut، صوته صوت الاو كده. بتقولك ان هو عبارة عن مزيج ميشن zwischen او und اي، حرف الاو وحرف الاي. انت مش هتعرف تجيبها لوحدك، هي هتفضل تعمل تدريب عليها، اساس انك انت هيجيلك شلل. فانا بقول لك اسمع الكلمه واسمع نطقها وقلد نطق الكلمه، عامل زي البيبي الصغير اللي بيتولد مع عيله المانيه، وكل شويه دانهم يكلموه بالالماني فيبتدي ان هو يقلدهم، وشويه بشويه بيتعود. فانت هتتعود بس بالراحه، واحده واحده. لكن فكره قواعد واصل فاول واصل مش عارف ايه وساكن ومتحرك وحرف ايه جه بعد ايه، انا ضد الفكره دي وانا بكرهها واغلبيتنا بيكرهها، سواء كنت مصري سوري فلسطيني ايا كانت الدوله العربيه اللي بتتابعنا. نفس الحال، يعني شغاله مع ناس فلسطينيين وناس سوريه، نفس الحال بيكرهوا نفس الفكره، مش عاوز يحفظ مش عاوز يعمل. برضو زي حوار نهاية الكلمات، عشان تعرف الأعتقد ده والدي والده صوت لك بالتكرار هتيجي معاك. البلوغال اندونج، نهاية الجمع. في كلمات كتير، وانت كل ما تعدي وتلاقي كلمة جمعك تبقى مسجلة، وبالتكرار برضو هتيجي معاك. يعني بتريح راسك. اكتسب اللغة، خلي اللغة عندك اكتساب، ما تخليهاش ان هي عبء مذاكرة. طب ايه اللي يكون عندك عبء مذاكرة؟ اول حاجة ان انت تقلد الصوت، تعرف معنى الكلمة، تعرف الارتكل بالتكرار هتيجي معاك. بس هو ده اللي انا عاوزك تعرفه. وحط بس الكلمة بتاعتك في زاتس، في جملة معينة، شكرا، مش عاوزة منك حاجة تانية. اعرف مصطلحات تركيباتها على بعض في موقف معين مثلا، هتبقى الدنيا ماشية معاك كويس، لما تحتاج الحاجة هتلاقيها. يعني اعرف مثلا انت اسمك ايه، في هايز دو، انت كده عرفت انت اسمك ايه. طب اسم حضرتك ايه، في هايسنزي. ده نوع او طريقة سؤال من الأسئلة، في أسئلة كتيرة طبعا. فلما تيجي تقول لواحد انت اسمك ايه، انت معاك التركيبة على بعض. بس في هايسنزي، في هايستو، في اس ايه ناما، في اس داين ناما، وخلصنا. ما توجعش راسك. تمام، تعالى نكمل عشان ما يبقاش برضو الكلام كتير عليك. Und wieder könnt ihr diese gleiche Übung machen. Ihr formt euren Mund zu einem U. Ihr sagt ein U. Und dann versucht ihr aber statt einem U ein I zu sprechen. Ui. Und plötzlich habt خلي بالك برضو ان انا قلت لك حاجة في الفيديوهات اللي فاتت وفي الفيديو ده، ان الواحد لما بيجي يعمل ستريس على كلمة معينة فبتطلع نطقها الى حد ما مش الحاجة اللي احنا عاوزينها، وده بيكون غصب عننا. فهي قالت لك كده، ده مش حرف الاو املاوت اصلا، هو صوت الاو املاوت زي او über über 5. خليني اكتب لك الكلمات دي عشان تبقى شايفها برضو.
كلمة 5 يعني رقم 5. كلمة über about that حاجة عن حاجة، بتتكلم عن حاجة، بتتكلم عن حاجة. über زي كلمة about في الإنجليش. über über فأنا عرفت أنطق كده ازاي، أو إن أنا أحاول على قد ما أقدر أقلد النطق، بشوف هما بينطقوا ازاي وأقلد نطقهم. شكرا، مش عاوزة حاجة تانية. في هنا كام كلمة نطقت، يعني مثلا كلمة plötzlich فجأة، صدمة، حاجة حصلت فجأة، يبقى خلي بالك من نطق الكلمات. ماشي. الجمل كلها اللي شغالة هنا، الجمل تكون عارف معناها بالألماني، ومعاك الترجمة بتاعتها طبعا، سواء بتدرس معاها انجليش بتدرسها بالعربي. شوف أي لغة انت عاوز تدرسها، مش هقولك لأ، بس اعرف معاني الجمل بحيث لما تحتاجها تلاقيها على بعض. ما تاخدش حتة ان انت تسمع وفي الاخر تيجي تقولي الألماني مش فاهمه، اصل بيتكلموا بسرعة، اصل بيعملوا مش عارف ايه. اكتب الكلمة اللي بتعدي عليك. تمام. انا هنا مش بوقف لك، انا هنا تركيزي على حروف الاملاut، فمش بشرح لك حاجه ولا بركز لك في اي حاجه. انا بس عاوزاك تاخد الفيديو واحده واحده، وانت اللي تتدرب في البيت. انا مهما اشرح لك ومهما اقول لك، انت مش هتعمل حاجه. لازم انت تمسك الفيديو على اللاب، على الكمبيوتر، على التليفون، على التاب، على اي حته، على اي حاجه، تحطه فتحه ورقه وقلم. قالت كلمة plötzlich يعني ايه؟ يعني فجأة. افضل اكرر النطق، اعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. هتعمل كده مع لغة هتيجي معاك سكة ودغري. مش هتعمل كده مش هتعرف تتكلم ألماني، ومش هنضحك على بعض. انت بقى لا هتقعد تدرس قواعد نطق، اصل احط الاي مكان مش عارف ايه، واصل معاها اي وهحط الاو. هو احنا بنحاول نجتهد نوصلك المعلومة، بس ده اجتهاد شبه فاشل. مش هنضحك على بعض. هي محتاجة تقليد، زي ما البيبي الصغير بيقلد بابا وماما ان هو ينطق، زي ما ولادكوا لو حد كبير بيتفرج علينا، ابنك، اخوك، اختك، ايا كان بيتفرج عليك، لما كان هو صغير بيبتدي ان هو يقلدك في النطق وفي الكلام، بيبقى تبكل كده منك، صح؟ فانت بالظبط نفس الحاجة معاك ألمان. قلدهم في النطق، سيبك من اي نصيبة هما تانية هما بيعملوها، قلد نطقهم وشكرا، مش عاوزين منهم حاجة تانية. تعالى نكمل. Für ein Ü. Es ist tatsächlich der Umlaut, mit dem die Menschen am meisten Probleme haben. Deswegen hier noch ein paar Beispiele für euch. Bruder, Brüder. اهو. هي تعالى مشيت سنة، فانا سبت اللي فات ده كله، عايزة Noch اوقف ein هنا. paar Beispiele für euch. Bruder, Bruder اخ. Brüder اخوات ولاد، مش اخوات في بعض ولاد وبنات، لا اخوات ولاد. يبقى der Brüder Brüder. قلد بقى النطق، هنا البايشبيلة دي تفضل تقلد فيها. Brüder. Fuß, Füße. طبعا فوس باينة ان هي القدم يعني. Füße اقدام، قدمين مع بعض. Gruß, Grüße. بعد كده هي كروس في مطة شوية عشان حرف الأو. كروس هي ممكن تكونش ظهرتها، يعني تقريبا قربتها لحرف الأو. الكروس كده كروس، لو قلت كروس يبقى حرف الأو. هي كروس. مش عارفة يعني كانت واضحة معاك ولا لأ، بس يعني ضم قوي حرف الأو. طب لما يكون أو أملاut جروسة، جروسة جروسة جروسة. اهو نزلت الشفة اللي تحت، زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده برضو في فيديوهات بنت فرنسوية ولا حاجة تقولك او ما اقدرش مش عارف اعمل ايه، من دو. اتدلع بقى، معلش هنعمل ايه، مضطرين. Ihr hört den Unterschied. Bruder, Brüder. Gruß, Grüße. Fuß, Füße. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal für euch selbst üben. شايف السطر اللي قدامك ده؟ اول حاجة كنت. تمام. بعد كده كلمة جانسة طبعا بتتضرب على الحروف اللي ما فيهاش املاut بالمرة. noch mal für euch. وبعد كده üben. لازم تجيب حروف الاملاut دي كلها اللي اتقالت قدامك، هي بس مش بس البايشبيلة اللي هي كتبتها، لا، اي كلمة عدت هنا لازم تكون عارف معناها، تعرف تنطقها زيها بالظبط. وعندك حروف الاملاut اهي يا باشا، تقعد تضرب عليها واحدة واحدة. لو انت فاهم انجلش السبتايتل او الانترتيتل تحت عندك اهي. لو انت مش فاهم انجلش ولا الهوا ولا ليها اي ستين لازمة، عادي الجملة كده تاخدها. ده انت لو خدت السكرين دي على شات جي بي تي والله العظيم بيترجمها لك يعني زي الفل.
خدها يا سيدي، اكتبها في كراستك كده وخدها وروح وديها في اي مترجم ترجم، بس بلاش جوجل ترانزليت. يعني انا بشوف ان جوجل ترانزليت بيودينا في داهيه. عندك ابلكيشن اسمه ريفرسو، وبرضه هحط لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. يبقى هحط لك ليو، هحط لك ريفرسو، هحط لك لينك الفيديو ده، وهحط لك لينك الفيديو بتاع البايشبيله بتاعه الاطفال اللي هجيبه لك دلوقتي، عشان فيه كلمات كويسه برضه. تمام. هي دلوقتي هتبدا بقى تقول لك اشترك في البرنامج ومش عارف ايه، فهي كده تقريبا خلصت. فده اللي احنا كنا محتاجينه. هروح لك على الفيديو التاني على طول. ادي الفيديو التاني اهو. ادي الاو املاوت، وهتبدا تجيب لك بايشبيل لو انت بتقلد النطق. لو لقيت انه في صوره، انا مش هتكلم خالص، انا هسيب لك البايشبيل عشان تسمعها كويس لوحدك. لو لقيت انه في صوره مش واضح معناها، هبتدي بس اوقف واقول لك معناها. تمام. نسيت اترجم لك الحاجه اللي كانت مكتوبه هنا برضو: heute lernen wir den Buchstaben U umlaut zu lesen und auszusprechen. النهارده احنا بنتعلم مع بعض حرف U umlaut. تمام، انت تقراه وان انت تعرف تنطقه. ليه دين بوخشتابن؟ دي حاجة لسه اكوزاتيف، واحنا بنشرح شغالين مع بعض ان شاء الله، هشرحها لك واقول لك جت ازاي. تمام. بس خلاص، بس ان انا اكتر عليك عشان ما تزهقش. طيب هنا كلمة بس Überraschung. Überraschung من غير الاس، يعني مفاجأة. عملت لك present مفاجأة. تمام. Überraschungsei. الاس دي حاجة اسمها الإضافة، حاجة اسمها جينيتيف، مستوى البي اينس إن شاء الله هنشرحه مع بعض. وكلمة أي يعني البيضة، بيضة المفاجآت، اللي هي البيضة اللعبة اللي العيال كانت بتجيبها، اللي هي كندر ومش عارف ايه والحاجات دي. تمام. كان دايما كان حظنا أسود فيها على طول، نلاقي مش عارف براية ولا ايه، ما كناش بنلاقي حاجة. حتى الشوكولاتة كانت مش شوكولاتة، كانت بتطلع لعبة يعني. احنا في أرياف كانوا بيضحكوا علينا. فالمهم ان هي Überraschungsei، يعني البيضة بتاعت الايه، المفاجآت دي. تمام. Wie Mütze. برضو انا كده كده هسيبك الكلمات تتعاد لوحدها. بس كلمة موتس يعني اهي. موتس يعني الطاقية، الطاقية بتاعت الشتاء. عارف لما تبقى لابس طاقية في الشتاء، الطاقية اللي هي الصوف دي، هي دي موتس. دي موتس. تمام. طبعا كل النطاق هنا ما شاء الله الحمد لله الاسترس مش ظاهر قوي، فالدنيا نطق زي الفل، ما فيهوش اي حاجة، على عكس الاو وملاوت كنت حاسة ان شوية في ستريس على الكلمة، فالصوت مش طالع زي ما احنا عاوزين في بعض الكلمات، مش كان كله طبعا. Mütze. Wie Überschwemmung. برضو كلمة Überschwemmung. Überschwemmung يعني فيضان، في سيل أو فيضان. تمام. Wie Übeltäter. برضو Übeltäter. Übeltäter. تيتا لوحدها القاتل أو الجاني كاختصار. Übeltäter جاني أو قاتل، ولا أي حاجة، هي مفيش أي اختلاف. طيب هنا أنا عندي تدريبات على 2 حرفين، الأ أوملاوت والأو أوملاوت. Übeltäter. Übeltäter يبقى لازم تعرف معنى الكلمة، لازم تعرف الإيه، الأعتقد طبعا بتاعها، ولازم تعرف نطقها وأنت بتنطق. ماشي. Wie Überwachung. بعد كده Überwachung. شايف العيون دي؟ مراقبة، متابعة، بتابع حد أو بتراقب حد. نسيت معناها في الإنجليش، كنت حابة أجيب لك المعنى بس أنا نسيت. بس هي Überwachung. Überwachung. تمام. Wie Küche. Küche يعني المطبخ. Küche. Küche. شوف أنا بجيب الكلمة وببتدي إن أنا أقلد النطق على قد ما بقدر. تمام. Wie Mühle. برضو كلمة Mühle يعني الطاحونة. انا صراحة ما يعني عايشين في ارياف وكل حاجة، بس انا مشفتش الطاحونة دي شكلها عامل ازاي يعني انا مشفتهاش على حقيقي، بس هي اسمها طاحونة او طابونة، في ناس بتقول طابونة، في ناس بتقول طاحونة. حاجة تبع الايه الارياف، مكان او حاجة تبع الارياف، عشان لو انت من القاهرة او من حتى مكان ما فيهوش ارياف او كده، فانت مش هتبقى فاهم احنا بنقول ايه. فمكان حاجة كده مش عارفة، لو حد فاهم الطابونة أو كده ممكن يكتب في الكومنتات ويقول لنا هي طابونة أو طاحونة. يعني أنا سمعت النطقين هنا في البلد، بس هي بتعمل إيه الله أعلم، أنا معرفش. Wie Überwinterung. طيب الكلمة اللي عدت بس نجيبها سريعا أهي. Überwinterung. winter يعني الشتاء، لو أنا جبت لك بالقلم كده أهو، winter الشتاء، وادي Überwinterung يعني النوم في الشتاء. ايه هو نوم الشتاء؟ بيت الشتوي.
انت نايم في الشتاء، اللي هو رايح في النوم يعني من الاخر، اللي هو سرحان في النوم. ممكن تمشي بيات شتوي، وممكن تمشي ان انت غاطس في النوم او غطسان في النوم. تمام، زي الفل. هسيب لك عشان انا قطعتك في النطق، فهسيب الكلمات تتعاد تاني سريعا. Wie Überwinterung. وبس يا باشا، كده خلصنا، وان شاء الله هنكمل بقية الفيديوهات. وعلى فكرة الكورس اللي احنا ماشيين فيه ان شاء الله ربنا يكرم يا رب العالمين، احنا لسه في الاساسيات انا عارفة وفي الاول. لما نخلص المستوى بتاع A1 هبتدي ان انا اعرض لك امتحان جوتا. ولما ربنا يكرمك ان شاء الله وتبدأ تشوف الدنيا معانا هتبقى ماشية ازاي، انت بالظبط كأنك حاضر في كورس تفاعلي معانا، مفيش اي حاجة. اسئلتك كلها زي ما قلت لك بتتبعت على تليجرام، الجروبات كلها موجودة عندك متثبتة على القناة. في الكومنتات بتاعة الجروب، مش برايفت، لأن البرايفت أنا ما بشوفش الرسائل. شوف عدت كام مرة علشان تبقى الدنيا متظبطة معاك. أي حاجة تقف عليك، أي حاجة من مستوى الأ اينس للبي اينس ابعتها، ما عنديش أي مشكلة على الجروب، وأنا هشرحها لك بإذن الله وأظبطها لك. تمام. أنا هنا عارفة إنه في ناس كانت بعتت حاجات كانت صعبة عليها، ولكن أنا بشرحها لها في بوستس على الفيسبوك. مش عاوزة إن أنا أبوظ القناة، هنا ماشية بترتيب عشان اللي داخل لسه مبتدئ ما يتوهش. فأنا ماشية بترتيب واحدة واحدة، ولسه هجيب لك كلمات وانطق لك فيها حروف الاملاوت، ولسه هجيب لك كلمات واعلمك قواعد النطق اللي ينفع يبقى لها قاعده، لانه في حاجات ما ينفعش يبقى لها قاعده. ماشي. استنونا الفيديو اللي جاي، ما تنساش اللايك بتاعك، الشير، لو انت تعرف حد عرفه القناه يمكن يا رب تفيده، وان شاء الله يا رب يكون في استفاده فعلا، تبقى الدنيا لطيفه يعني. وكفايه كده بقى، الواحد خلاص جايب اخر، والى لقاء اخر ان شاء الله.